السلام عليكم، اهلا بحضراتكم. اللي هتسمعوه دلوقتي ممكن يخلي صوتكم ليه قيمه كبيره جدا، او يكون السبب لو معرفتهوش انكم تخسروا حقكم من غير ما تعرفوا. حلقتنا دي من سلسله قانونيه بعنوان الحقوق السياسيه للمواطن المصري. في السلسله دي هنتكلم عن حاجات كتير جدا تخص الانتخابات وحقوقنا وواجباتنا كمواطنين، زي ما تعودتوا معانا بشكل بسيط وواضح من غير اي تعقيد. النهاردة هنتكلم عن الدعاية الانتخابية ومخالفتها، وده موضوع حساس جدا لأنه مرتبط بنزاهة الانتخابات وحق كل مواطن في معرفة المعلومات الصحيحة عن المرشحين. وخلينا كده في البداية نعرف يعني إيه الدعاية الانتخابية. الدعاية الانتخابية هي أي وسيلة يستخدمها المرشح أو الحزب لإعلان نفسه أو الترويج لبرنامجه الانتخابي، وفي قواعد وممنوعات بتنظم الموضوع ده. أول حاجة، ممنوع الدعاية الانتخابية قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين من الهيئة الوطنية للانتخابات. وكمان المنع ده بيشمل الفترة بعد تاريخ الصمت الانتخابي، وده طبعا اللي بتحدده برضو الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتكون فترة زمنية قبل التصويت على الانتخابات. تاني حاجة ممنوع استخدامها هي المال العام أو موارد الدولة. تالت حاجة ممنوع الدعاية المضللة أو الكاذبة زي نشر أخبار أو بيانات غير صحيحة عن المنافسين. رابع شيء هي عدم جواز الدعاية الانتخابية بوسائل إعلانية غير مرخصة. وضيف إلى ذلك بقى أشياء كتير زي استخدام أي وسائل في الدعاية الانتخابية من شأنها التعرض لحرمة المواطن أو حياته الخاصة أو المرشحين الآخرين، والدعاية اللي بتهدد الوحدة الوطنية زي استخدام مثلا أي شعارات دينية أو استخدام العنف أو التهديد كوسيلة للدعاية. وكمان القانون حظر استخدام المباني والمنشآت الحكومية أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة أو الجامعات أو المدارس، ويمنع منعا باتا على أي مرشح الكتابة على جدران المباني اللي ذكرناها سابقا. وأي مخالفة للقواعد دي أو الأمور اللي احنا وضحناها لحضراتكم تعتبر مخالفة انتخابية مؤثرة جدا، وبتعرض المرشحين لجزاءات من ضمنها توقيع غرامات مالية على أي مرشح يخالف القواعد. ندخل بقى على النقطة المهمة جدا، العقوبات القانونية على المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية. القانون فرض عقوبات على المخالفات الخاصة بالدعاية الانتخابية، والعقوبات متباينة وبتبدأ من الغرامة المالية اللي ما بتقلش عن 10,000 جنيه وبتوصل لحد 100,000 جنيه حسب نوع المخالفة. وممكن المخالفة تكون عقوبتها أشد وتوصل لاتخاذ إجراء ضد المرشح، وده طبعا إذا أدت الدعاية الانتخابية لارتكاب بعض الجرائم الجنائية زي قيام المرشح مثلا ضمن دعايته أو بسببها بأي تهديد أو ترويع أو مخالفة جسيمة تهدد حياة المواطنين أو السلم الاجتماعي. وده موضوع كبير ومتشعب جدا، ممكن إن شاء الله نفرد له حلقات قادمة. أتمنى أكون وفرت لحضراتكم معلومة قانونية مفهومة وسهلة. استنونا في حلقة جديدة، موضوع هيتحدد حسب أهم القضايا اللي بتسألوا عنها أو اللي بتهم الناس واللي بشوفها دايما في التعليقات. وبالتأكيد ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. حفظ الله مصر وشعبها الكريم العزيز الغالي، وفي أمان الله.